بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. بعد التحية قداسة البابا، بالتأكيد ألمك ما ألمنا جميعا من أحداث خلال الأيام الماضية، فما هي الكلمة التي توجهها للمصريين؟ أولا أهلا وسهلا، وأحب أن أتكلم في نقطتين. نشكر جهاز التلفزيون على شفافيته ونشره للأخبار سليمة حقيقية وتوعية الناس، وموقف التلفزيون كجهاز اتصال مع الشعب ومعرفة متاعبه ونقلها للمسؤولين. حفظ الله مصر وباركها وجعلها دائما مصدرا للقوة ومصدرا للخير، ونجاها من الشامتين والمتعبين الذين ينشرون أخبارا تسيء إلى المجتمع وتروع السكان فيه. نشكر فوق الكل السيد الرئيس مبارك على تدخله في الأحداث، ولقد اتصلنا بالسيد الرئيس نشكره ونحييه ونقول له إننا كلنا معه والشعب كله معه، فليعطيه الرب القوة وليحفظه لمصر لكي يديم السلام فيها والنظام والقوة. ونحن نشكر الله بأن كنائسنا حافظت على أنه لا يخرج شخص واحد للتظاهر أو للانضمام للجماعات المخربة.